الملك يعطي اللي أنقذ المحطة 1,000,000 ريال، وقبل 1,000,000 أعطاه وسام الملك عبد العزيز. ليش الملك يعطيه؟ ليش يعطيه 1,000,000 وليش يعطيه وسام الملك عبد العزيز؟ وهل الملك فاضي لموضوع المقاطع سواء تويتر أو تيك توك؟ هل ولي العهد فاضي للموضوع هذا رغم انشغالهم في الحكم؟ يعني أمس كان ولي العهد يستقبل رئيس جمهورية مصر، وفي نفس الفترة هذه طلع موضوع انهم اعطوه مكافأة واعطوه شهادة وسام الملك عبد العزيز. مشغلين نفسهم ليش؟ اول شيء هذا يدل على وجود بطانة صالحة عند الملك، وبطانة صالحة عند ولي العهد. الملك حفظه الله ولي العهد مو فاضيين انه يجلس على الجوال يقعد يتابع المقاطع ويشوف الدنيا، لكن في بطانة صالحة موجودة حولهم هي اللي تيجي تعلمهم وتقول لهم ترى صار كذا صار كذا صار كذا، يعلموهم بواقع الشعب. طيب يصير يا أخي واحد ينقذ محطة، واحد ينقذ بيت محروق، عادي يصير في كل بلدان العالم، ليش يعطوه؟ لما يعطوا واحد أنقذ محطة من كارثة، هذا يدل على الأصولية العربية اللي موجودة عند العيلة الحاكمة. الأصولية العربية اللي هم ما هو بس شغلة عربي ناطق بالعربية وخلاص، إنه أصل وفصل منا وفينا كعرب وكمسلمين. يحث الشعب، طبعا الشعوب كلها، كل الشعوب على دين الحاكم، مهما كان الحاكم الشعوب على دين الحاكم. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن الدين حاكمنا هو الإسلام، وأن من شخصيته ومن الشيء اللي هو يحبه أو الشيء اللي يميل له هو الشجاعة والكرامة والفداء. لما أنك تدعم مواطن أنقذ محطة، أنت كذا تحث الشعب على التفاني لسلامة الآخرين والشجاعة، وأن هذه أصولنا وهذه هي عاداتنا وهذه هي شخصياتنا الأصلية مهما صارت من ظروف. فولائك يزيد كل يوم عن الثاني. والله لو ما استفدت شيء، أنت تشوف الولاء وتشوف إن الحكومة تنظر لك أنت كمواطن مو كغنيمة مثل بعض البلدان العربية يشوف المواطن إن هذا غنيمة، كيف نحاول قدر المستطاع إن نمص منه وإن احنا نخنق المواطن. كيف أنت تعرف السعودية إن ما في الشيء هذا؟ تعرفه لما تمشي في الطرقات، لما تشوف الإنارات، لما تشوف الكهرباء، لما تشوف المياه، لما تشوف الأمان، لما تشوف كل السلع الغذائية عندك، لما تشوف مراجعاتك في الدوائر الحكومية، لما تشوف المستشفيات، لما تشوف الهلال الأحمر، لما تشوف المطارات، لما تشوف كل شيء، لما تشوف دولتك وانت خارج بلدك كيف تحميك تحت كل سماء وفوق كل أرض. القحطان اللي توفى ولده ذاك اليوم، الله يرحم ولده اللي توفى في عمان، لما كلم السفارة قال لهم أنا أبغى أجي لعمان علشان ندفن ولدي ونصلي عليه. السفارة ايش ردت عليه؟ قلت لا ريح حالك، احنا نجيب ولدك لحد عندك ويندفن في أرضك ويندفن عند جماعته. أنا واحد من إخواني الله يرحمه توفى، قبل يتوفى مرض قسما بالذي لا إله إلا هو إني طائرة خاصة طلعتها من تبوك ودتها للرياض، إخلاء طبي أخذوه وودوه للرياض هناك، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو إن إحنا ما دفعنا فلس واحد في الموضوع هذا. ترى تقدر الحكومة تقول يا عم ايش دخلني، ماني مجبور إني أسوي الشيء هذا، لكن الحكومة تعطيك انطباع إن أنت أهم شيء، إحنا نراهن عليك أنت يا المواطن. الحكومة في كل مشاريعها، في كل تحدياتها، في مواجهة الأعداء، في مواجهة الحاقدين، الحكومة ترتكي على الشعب. الشعب هو الأساس. إذا أنت نميت الشعب صح راح تكون عندك وطن صح، راح تكون عندك بلد صح، راح يكون عندك حكومة صح، كل شيء راح يكون صح إذا أنت ارتكيت على الشعب. والحمد لله الشعب السعودي شعب يعتمد عليه. والله يحفظ البطانة اللي وصلت الخبر للقيادة، البطانة اللي
الشعب السعودي يبحث عنها من زمان ولقاها من عدة سنوات. البطانة اللي توصل هم المجتمع للقيادة، وهم الشعب للقيادة، ومتطلبات الشعب للقيادة. مو مثل بعض الدول، يجيك بعض الدول البطانة عندهم الرئيس ممكن ما يدري عن أي شيء في الواقع في الشارع. لكن أنا متأكد 100% إن القيادة عندنا في المملكة العربية السعودية تعرف كل شيء وعندها خبر بكل شيء، لأن في تحتهم بطانة موجودة، وفي حولهم بطانة موجودة قاعدة تعطيهم كل شيء. هي عيونهم في المجتمع، هي مرايتهم، هي اللي توصل للشعب وضع القيادة، وتوصل للقيادة وضع الشعب بكل أمانة وبكل إخلاص. الله يحفظ بلدنا ويكفينا شر الحاسدين والفاسدين. والله العظيم إن أحيانا بعض الأشياء اللي تسويها الحكومة عندنا، إن الواحد يخاف على بلده وعلى شعبه وعلى حكومته وعلى قيادته، يخاف عليهم من الحساد والفساد.